السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ تعالوا بقى النهاردة نعمل مع بعض الرقاق الطري الفلاحي. حاجة كده ما شاء الله بجد تحفة. شايفين قد ايه طري طري جدا، وريحته وطعمه مش قادرة اوصف جماله. هنسويه النهاردة بطريقتين، هنسويه على البوتاجاز من فوق، وكمان هنسويه في فرن البوتاجاز، وهقولك ازاي تحولي فرن البوتاجاز لفرن خبيز. يلا نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا، بس ما تنسوش اللايك والشير الكتير للفيديو والاشتراك في القناة. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. واول حاجة انا هعمل 2 كيلو من الدقيق. طبعا تقدري تقسمي المقدار على 2 وتعملي كيلو واحد بس، او حتى تقسمي على 4 وتعملي نص كيلو. 2 كيلو الدقيق انا دايما بستخدم في المعجنات دقيق متعدد الاستخدامات. بنخله الاول، وضفت عليه معلقتين صغيرين من الملح، واربع معالق كبار من السكر. بس كده. معايا بقى لبن رايب. اللبن الرايب او اللبن الحليب، يعني عندك لبن حليب هيمشي، عندك لبن رايب هيمشي. هنا بس انا ببدأ اضيف معلقة او معلقتين كده من الخل على اللبن، وببدأ اقلبه بالشكل ده. هنا انا ضفت في حدود كيلو وربع من اللبن، وهبدأ اكمل بالمية لو احتجت مية. تمام. معايا بقى كمان نص كوباية سمنة، والسمنة أنا واخداها كده من العلبة، يعني بدرجة حرارة المطبخ، مش بسيحها ولا حاجة، بس السمنة هنزل بيها في الآخر. تمام كده. هنا بقى بدأت أشغل العجان على رقم واحد الأول، لحد بس كده الدقيق ما يختلط، وبعد كده ببدأ أعلي السرعة مش أقل من 5 6 دقايق في الأول. تمام. عجينة الرقاق الطري بتحتاج عجن كتير زي عجينة الفطير بالظبط، علشان ما يتقطعش منك وانت بتفرديه. بصوا بقى هنا كده بدأت العجينة تلم معايا بالشكل ده. هبدأ بقى أوقف العجان، وبشوف بقى لو العجينة محتاجة مية أو لأ. أنا حسيت إن العجينة لسه ناشفة شوية، فنزلت في حدود أقل من ربع كوباية من المية، وشغلت العجان تاني لحد العجينة ما وصلت معايا للشكل ده. هبدأ هنا بقى أنزل بنص كوباية السمنة، وهرجع أشغل العجان لمدة دقيقتين 3 كمان. عايزة كمان أقول لكم إن عجينة الرقاق الطري ما بتاخدش أي مواد رافعة، يعني ما بتاخدش بيكنج باودر، ما بتاخدش خميرة. تمام. هو اللبن والدقيق والملح والسكر وبس. والسوائل بقى بتبقى على حسب نوع الدقيق. طبعا أنواع الدقيق بتختلف، في دقيق بيقبل السوائل ودقيق لأ. ودي كده شكل العجينة بعد ما خلصناها عجن. طبعا اتعجنت كويس جدا زي ما انت شايفة. بصوا لازم يكون فيها المطة دي، ما تكونش عجينة مقطعة. هبدأ بقى اخد العجينة كده على الرخامة. طبعا ما فيهاش خميرة، فمش هنسيبها تخمر ولا حاجة، ولا حتى هنسيبها تريح. تمام. نسيت كمان اقول لكم ان انا اللبن اللي انا عجنت بيه كان بدرجة حرارة المطبخ، يعني ولا كان دافي ولا حاجة، بما انه لبن رايب. هبدأ بقى اخد جزء جزء كده من العجينة، وهبدأ اقطع على حسب حجم بقى الرواق اللي انت عايزاه. انا هبدأ اخد كل قطعة كده وهلفها بين ايديا بالشكل ده، وجنبي صينية رش عليها رشة دقيق خفيفة خالص، وهبدأ ارص عليها بالشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا العجينة ما شاء الله طرية، وفي نفس الوقت ما بتلزقش. كل ما حبيت المعجنات بتاعتك تطلع طرية، خلي العجينة نفسها تكون طرية. تمام. هنا بقى خلصت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبدأ بأكياس بلاستيك كده، وهبدأ أغطي وهسيبها لمدة 10 دقايق بس العجين يرتاح. تمام كده. بعد كده بقى هبدأ أفرد. هاخد كده من أول صينية قطعتها، وهنبدأ بقى نفرد. عايزة أقول لكم بقى إن على قد ما تقدري خفي إيدك خالص خالص من الدقيق. الرقاق ما بيحتاجش دقيق أبدا، بس طبعا علشان خاطر إحنا هنفرد على الرخامة، ومش عايزين عجين يلزق على الرخامة، فهنرش رشة دقيق خفيفة جدا كده فوق وتحت. كل ما قللتي من الدقيق الرقاق هيطلع معاكي منور كده وحلو. تمام. تعالوا بقى كده نشوف مع بعض أول طريقة للتسوية. حطيت صينية كده على البوتاجاز من فوق، وبدأت أسخنها كويس أوي الأول. طبعا يعني درجة حرارة كده تكون متوسطة، بس أهم حاجة في أول لما تحط الرقاق لازم الصينية تكون سخنة في أول مرة. تمام. وباخد بقى الرقاقة بين ايديا بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، وببدأ أحطها على الصينية. طبعا أول واحدة ما بتكونش مظبوطة أوي في التسوية. كمان الرقاق ما بنخلوش كتير ابدا على النار، يعني يا دوب اقل من 10 ثواني كده على كل وش. بس كده. تعالوا بقى كده لما اوريكي، لو مش هتعرفي تشيلي الرقاقة من على الرخامة وتوديها كده على الصينية بايديكي، هتجيبي اي ماسورة زي اللي معايا دي، وهتبدأي تشيلي عليها الرقاقة بالشكل اللي انت شايفاه ده، بتكون سهلة معاكي خالص. بس كده برضو فردتها على الصينية بالشكل ده، ويا دوب تقلبتين اتنين بس.
يعني يا دوب تلون كده تلوينة خفيفة كده من فوق ومن تحت، ما تكتريش ابدا في التسوية. بس كده ببدأ، بس اول لما احس ان هي اتشمعت كده من تحت هبدأ اقلبها على الوش التاني على طول. ودي كده كانت اول طريقة لتسوية الرقاق. الطريقة التانية بقى هنسوي في فرن البوتاجاز، وهوريكي بقى ازاي تحولي فرن البوتاجاز لفرن خبيز. تمام كده. بصوا بقى، عايزه بس اوريكي كده الرقاقه طريه قد ايه لما بشيلها كده وبطبقها. نسيت كمان اقول لكم ان جنب صينيه فرشه عليها فوطه بخرج عليها الرقاق، وكمان بغطي الرقاق بتاعي بفوطه من فوق علشان احافظ على الطراوه بتاعته وما ينشفش. اهم حاجه ما تعرضوهوش للهواء علشان ما ينشفش منك. ده بعد التسويه. تمام كده. تعالوا بقى هنا نجيب المطرحه دي، وببدأ برضو افرد الرقاقه بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه، بالشكل الجميل ده. تعالوا بقى هنا، ولعت فرن البوتاجاز واخدت الصاج بتاع الفرن وقلبته بالشكل ده. بسخن الفرن الاول لمدة 10 دقايق كاملين على نار عالية، وبعد كده بخلي النار متوسطة. تمام. وابدأ بقى ادخل الرقاقة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبأي حاجة بقى عندك، يعني انا استخدمت الماسك بتاع البانيه ده، وهبدأ اقلب الرقاقة. تمام. برضو اقل من 10 ثواني على كل وشه، وهبدأ اخرجها. بتبقى بقى معاكي طرية وتحفة جدا. طب لو ما عندكيش مطرحة زي اللي معايا دي هتعملي ايه؟ هتشيلي الرقاقة من على الرخامة بالماسورة. تمام. وبرضه هتدخليها الفرن بنفس الطريقة اللي سوينا بيها على نار البوتاجاز من فوق. بس كده الموضوع سهل جدا، وصدقوني ما بياخدش وقت خالص. واللهم بارك، بجد الرواق طعمه تحفة. اهم حاجة ما تستصعبيش الموضوع خالص. تقدري تعملي نص كيلو، تقدري كمان قدامك طريقتين للتسوية. تقدري تسوي في فرن البوتاجاز زي ما انا عملت، او تسوي على نار البوتاجاز من فوق. انا بالنسبه لي الطريقه الاسهل والاسرع في التسويه هي فرن البوتاجاز. لكن لو هعمل نص كيلو بس من الدقيق، فكنت هسوي على نار البوتاجاز من فوق. فشوفي انت بقى بالنسبه لك الطريقه اهنو اللي هتكون سهله عليكي. بس كده خلصت كده كل كميه الرقاق بتاعي. تعالوا بقى كده لما نشوف احلى رقاق فلاحي ممكن تعمليه. بجد طعمه تحفه. الرقاق طري جدا زي ما انت شايفه. الاتنين كيلو من الدقيق عملوا كميه كبيره جدا من الرقاق. تقدري كمان تحتفظي بيه في الفريزر. اهم حاجة بس ان اول لما تخرجي الرقاق من الفرن، لازم كده صينية جنبك عليها فوطة من تحت، وتغطي على طول الرقاق بفوطة علشان تحبسي البخار ويتن الرقاق طري معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده. طعمه يا جماعة تحفة جدا. تقدري تعملي منه صينية الرقاق، تقدري تعملي سندوتشات، حاجة كده بجد جميلة جدا. جربوه بقى بالطريقة دي وقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات. كل المقادير هسيبها لكم مكتوبة في صندوق الوصف، بقوا شوفوها. ما تنسوش اللايك والشير الكتير للفيديو، كمان الاشتراك في القناة. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.